صباح او مساء الورد على حسب وصول الفيديو ليك. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه اي تو زد شريف ندى الموسم الثالث. النهارده هنكمل في لقطات ذهبيه من التاريخ الاسلامي عن الابطال الخارقون الحقيقيين مش المزيفين بتاعهم. النهارده هنتكلم عن بطل سيدنا علي بن ابي طالب. سيدنا علي بن ابي طالب ليه مواقف كتيره جدا، لو قعدنا نتكلم فيها انا اقل واحد اتكلم فيها عنه. بس النهارده انا هتكلم عن موقف واحد بس، كان في غزوه الاحزاب. كان في عركه كده ما بين الكفار، جمعوا 10 قبائل منهم وجم يحاصروا المدينه. فسيدنا محمد خد بفكر سيدنا سليمان الفارسي ان هو يعمل خندق حوالين المدينه، يبقى من وراهم اليهود اللي ما بينهم معاهدات ان هم ما يغدروش بيهم والناس ما يلفوش من وراهم، ويبقى قدامهم الخندق وراء الجيوش. والفعل بدأوا يحاصروا المدينة بإن أي حد يحاول يعدي الخندق المسلمين يضربوه بالسبهاب أو يضربوه بالنبال فيموت. ما عداش الخندق ده غير اتنين. الأولاني عكرمة ابن أبي جهل. وهنا بقول عكرمة ليه ما قلت سيدنا عكرمة؟ لأن هو كان لسه مشرك ما أسلمش، ونقدر نقول إن ربنا نجاه للخير اللي مستنيه بعد كده. حتى سيدنا عكرمة نفسه لما كان بيقسم بعد كده ما كانش بيقول بالله ولا تالله ولا والله، كان بيقول والذي نجاني يوم الخندق، لان هو عارف ان ربنا نجاه من يوم الخندق عشان يسلم بعد كده. المهم سيدنا عكرمة عدى الخندق وقعد يهلل شويه ورجع تاني ما عملش حاجه. مين بقى الديب التاني اللي عدى؟ عمرو بن ود. نبذه كده بسيطه عن عمرو بن ود. عمرو بن ود ده كان واحد من اعتى كفار قريش، كان بيبقى بيلقب ب1000 فارس. الراجل ده لما كانوا بيجي يعملوا حلبات مصارعه كده كانوا لما يخلصوها يجيبوا اقوى 7 رجاله ويحطوا حزام تحت رجل عمرو بن ود، وهم يحاولوا يشدوا الحزام ده ما كانوش بيعرفوا. الراجل ده ما اتغلبش في مقاتله واحده ولا اي حاجه. المهم عدى الخندق وبدأ بقى ينشد بالشعر كده، يقول يا محمد. انا نفسي اقول له تأدب مع رسول الله بس هو كان مشرك، يلا بالله. يا محمد تزعمون ان قتلاكم في الجنه وقتلانا في النار، فلقد اشتقت الى النار، من منكم اشتاق الى الجنه كي يبارزني. اللي هو من الاخر كده التقيل فيكم يطلع لي. طبعا مين اللي قاعد بيسمع الكلام ده؟ حبيبك ابو الحسن سيدنا علي بن ابي طالب. هنا قال له انا له يا رسول الله، لكن رسول الله عارف مين هو عمرو بن ود، فقال له اجلس يا علي انه عمرو، اللي هو اقعد انت دلوقتي بقى، ده عمرو مش انت بطلعت. المهم قعد عمرو يهلل ويبرطع ويقولها تاني. سيدنا علي يقول له انا له يا رسول الله، سيدنا محمد يقول له اجلس يا علي انه عمرو. لحد بقى لما عمرو بن ود بدع في الشعر، قال كده كام بيت شعر، قال لهم ايه؟ ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن الشجاع بموقف البطل المناجز، إني كذلك لم أزل متسرعا نحو الهزاهز. الهزاهز يعني هي المعارك. إن الشجاعة والسماحة في الفتى خير الغرائز. هنا سيدنا علي قال له أنا له يا رسول الله، اللي هو أنا له. فقال له اجلس يا علي إنه عمرو. قال له عمرو وإن كان عمر. وهنا يقصد ولو كان حتى عمر بن الخطاب، او يقصد لو كان عمر اللي هو كان طويل عمره، يعني انا كده كده طالع له. اني لا ارضى هذا الكلام، يعني انا ما مش اسكت انا على الكلام ده. هنا تيقن سيدنا النبي ان سيدنا علي بن ابي طالب خلاص خد القرار ان هو هيطلع يقاتل الراجل ده. سيدنا النبي اداله، لبسه الدرع الارمر بتاعه واداله السيف بتاع سيدنا النبي اللي هو اسمه ذو الفقار، اداهم له كنوع من الشرف اللي هو روح. وهنا سيدنا محمد وقف ودعا يا الله لقد اخذت مني حمزه في احد لا تاخذ مني علي اليوم. المهم دعاله واداله الارمر والسيف اللي هو ذو الفقار بتاعه، وطلع سيدنا علي عشان يقابل عمرو بن ود. طبعا سيدنا علي برضه شاعر تقيل، اللي هو مش هيسمع بيقول الكلام ده ويسكت له، اللي هو لو انت بتعرف تقول شعر احنا برضه بنعرف تقول شعر. رد عليه سيدنا علي قال له ايه بقى؟ يا عمرو لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة والصدق منجي كل فائز. إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز. نائحة الجنائز دي اللي هي الستات بتقعد تولول في الجنائز، اللي هو أنا هعمل عليك مائدة الناس تقعد تولول عليك فيها.
من ضربة النجلاء تجلي ذكرها عند الهزاز. يعني من ضربة واحدة تفضل ذكرها في كل هزاز. فهنا بقى عمرو بن ود كان صديق شخصي لأبو طالب اللي هو اللي هو أبو سيدنا علي بن أبي طالب. فقال له من أنت؟ كأني أعرفك. اللي هو أنت مين؟ أنا بشبه عليه. قال له إني علي بن أبي طالب. فقال له يا علي إني أعرفك، إن أباك كان صديقي، ارحل فلا أريد أن أفجعه بك في قبري. يعني هو امشي، أنا مش عايز أقلق نوم تبوك في تربته بيه. سيدنا علي يسكت؟ لا. قال له ولكن أباك ليس بصديقي وأنا أريد أن أفجعه بك في قبري. شايف الرد هنا 1 to 1 على طول، ما استناش. فعمرو يقول له يا علي ارحل واتني بمن هو أسن منك، إني لا أريد أن أقتلك. سيدنا علي يقول له إيه؟ ولكني أريد أن أقتلك. يا علي ارحل إني لا أريد أن أرهق دمك. سيدنا علي يقول له ولكني أريد أن أرهق دمك. أنا داخل أقتلك، مش داخل إن أنا أهزر معاك. سيدنا علي كان عارف من سمات عمرو بن ود إن لو واحد خيره ما بين 3 حاجات هيختار حاجة منهم. فقال له إذا كنت لا تريد قتالي فلي واحد من 3. فقال له ائتني بها. قال له الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. وعمرو بن ود قال له والله لن أنطق بها ولو كانت رأسي في قعر جهنم. راجل كافر مع مرتبة الشرف، راجل عارف بيعمل إيه. ائتني بالثانية. الثانية بقى هنا فيها شوية ذل. قال له إيه؟ أن تزحف. ما قالوش أن ترحل، أن تمشي، أن تجري، لا أن تزحف. هنا عمرو بن ود اتنرفز. قال له أنا لا أزحف من معركة. أتريد أن أكون حديث نساء قريش؟ يعني أنت عايزني أكون لبانة في بق نساء قريش لامرأة؟ أنا مين ده اللي يمشي المعركة؟ لا، أأتني بالثالثة. هنا بقى قمة الذل. قال له إيه؟ قال له أن تحاربني وأنت على فرسك وأنا على الأرض. هنا بقى اللي هو بيقول له أنت مالكش لازمة، أنت تحاربني وأنت على الفرس بتاعك وأنا واقف على الأرض. عمرو بن ود يعمل إيه؟ راح جاي مطلع سيفه. السيف بتاعه ده ما كانش بيعرف 5 رجاله يشيلوه مع بعض مبدئيا. هو طلع سيف كده ما اعرفش شاله ازاي. يعني مطلع سيفه وقتل الحصان بتاعه. مالك يا نجم؟ ليه؟ مال الحصان بتاعك؟ انا لما كان سيدنا علي بن ابي طالب ده قتل حصانه، امال هيعمل فيا انا ايه؟ لكن سيدنا علي بن ابي طالب ما اتهزش. يلا بينا. ابتدت المعركه والمبارزه هنا لحد لما علي غبار المعركه، لان هم كانوا بيقفوا في صحراء. ومره واحده سمعت المدينه كلها صرخه اهتز لها جدران المدينه. فبدا يهبط بقى الغبار. بعد شويه لقوا سيدنا علي بن ابي طالب واقف على جثمان عمرو بن ود وحاطط راسه في سيف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فهنا طلع المسلمين بقى بيهللوا ويكبروا، وسيدنا النبي ندى سيدنا علي قال له تعالى قتلته ده ازاي؟ الراجل ده حلوف، قتلته ازاي؟ هنا سيدنا علي بن ابي طالب قال له ايه؟ عبد الحجاره من سفاهه عقله وعبدت رب محمدا بصوابي، لا تحسبن الله بخازن دينه يا معشر الاحزاب. يعني هو راجل حمار بيعبد الاصنام من تفاهه عقله. لا، انا بعبد ربنا بصوابي، انا ربنا عمره ما هيتخلى عني. وبكده قتل واحد من اعتى كفار قريش. وده موقف في بحر مواقف سيدنا علي بن ابي طالب. وبس كده. وفي اخر حلقه انتوا عارفين هتعملوا ايه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو مش مشترك على القناه انزل اشترك في القناه. بس تشوفوا الحلقات اللي فاتت والحلقات الجايه. وبس كده. اشوفكم دايما على خير. سلام.